السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام. يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. أراضي المرحلة العاشرة في فيديو أنا كنت عملته هي ترخص فعلا ولا مش هترخص؟ طيب خلونا نعرف في الموضوع دوت إيه بالظبط عشان نبقى فاهمين ضوابطه إيه. في شوية معايير وشوية أمور لازم تحصل علشان خاطر ترخص. لو حصلت أكيد الأسعار هتستقر أو هتقل أو مش هتبقى زي اللي موجودة حاليا. لو ما حصلتش لا ممكن نلاقي الدنيا مبالغ فيها. الأمر بيترتب على إيه بقى؟ يترتب على الاكتفاء الذاتي. دايما كده في معادلة عرفناها زمان واحنا صغيرين، الحاجة اللي فيها اكتفاء أو موجودة بيبقى عليها ثبات واستقرار في السعر، وده موجود في كل مناحي الحياة زي الدولار وزي البضائع وزي. طول ما الحاجة ممكن تتوفر، طول ما فيها ثبات في السعر والزيادة بتبقى زيادة طفيفة، أو لو كمان زادت عن الحد بتقل السعر. هي المعادلة بتاعت كلما زاد العرض قل الطلب وكلما قل الطلب زاد العرض، اللي هي المعكوسة الطبيعية طبيعة الحياة. طيب احنا هنا قدام ايه؟ قدام ان في ناس كتير جدا قدمت على اراضي المرحلة العاشرة، وقدموا جزء كبير منهم يزيد عن 50 او 60% من اللي قدموا بهدف الاستثمار، بحيث ان هم ياخدوها وبعد كده يستثمروا فيها، سواء ببيع الارض تاني وباخد اوفر، او سواء بانهم يبنوها ويبيعوها شقق ويكسبوا فيها في الحاجات الواقعية. فقدمت ناس كتير، اللي عرف واللي قدم واللي. طيب المشكلة بقى أو الوضع كالتالي: اللي قدم أكتر من المعروض، فده معناه إيه؟ معناه إن هيبقى في طلب. طيب جت قرار أو كلام اتقال من رئاسة الوزراء إن كل اللي قدموا هياخدوا أراضي. معنى كلمة إن كل اللي قدموا هياخدوا أراضي ده معناها إن في الحالة ديت اللي كان واخد بهدف الاستثمار مش هيبقى عنده طلب كتير. ليه؟ لأن المعروض هيبقى كتير جدا، وبالتالي هيبقى زاد الطرح والعرض اللي موجود في السوق، فاللي بيشتري هينقي، اللي عايز يشتري هينقي، وممكن يكون اللي عايز يشتري أصلا قدم وهياخد، وبالتالي هيبقى السعر بيقل أو المعروض كتير، هيبقى فيه وفرة، فتقدر تختار براحتك وتقدر تفاصل براحتك وتقدر توصل لسعر براحتك. طيب في حالة لو ما تمش نزول أو طرح أراضي كتير، هيبقى فيه زيادة في الأسعار للحاجات اللي موجودة نتيجة إن الناس هتبيعها أو هتستثمر فيها، وبالتالي هتطلب زيادة في السعر، خصوصا الأراضي هتكون نازلة قسط اللي هي المقدم من 25%، والباقي قسط على 3 سنوات. وخصوصا إن الأراضي اللي نازلة معظمها موجود حواليها إنشاءات ومباني، وفي منهم المترفقة اللي هي طبعا اللي أقصده الحي السادس والحي الثامن في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس. وده معناه إيه بقى؟ ده معناه إن كل واحد فينا يبقى فاهم ومركز وعارف إيه اللي هيتم الفترة الجاية في حتة طرح الأرض. هل لو الدنيا أو الحكومة هتنزل يبقى ما يتسرعش، يبقى إيه؟ ما يتسرعش. طب لو هتتأخر ومش هتنزل وأنت عايز تستثمر وعايز تشتري وعايز تبني وعايز تبيع شقق، خلاص يبقى هتضطر تشتري حسب ظروف السوق ما هي حاكمة عليك. لكن أنا أتصور لأن في ناس هتطلب فلوسها بعد 3 شهور، لأن في بيقول إن أنت هنزل وهطرح الأرض، وبعد ما اطرح الأرض بتاخد شهرين تتخصص، وبعد كده قدامك 3 شهور لو عايز تسترد فلوسك. فلو الدولة في خلال ال3 شهور دول نزلت أراضي يبقى الناس هتخش معاها وهتشتغل وهتاخد منها. طب لو ما نزلتش هيسحبوا فلوسهم علشان خاطر يضطروا يشتروا بيها، فهم هيبقوا عايزين ايه؟ هيبقوا عايزين الفلوس، مش هيفضلوا سايبينها طول ما في أراضي مش متحددة ولا متوضح هتنزل امتى. وبالتالي لازم في الحالة ديت الدولة تسرع في هذا القرار وتدي هنت أو تدي معلومة واضحة وصريحة: الطرح ده أو التكميلي بتاع المرحلة العاشرة هينزل امتى. والمناطق اتكلموا هم في كذا منطقة، قالوا المنطقة التكميلية، قالوا أجزاء من الحي الخامس، قالوا أجزاء تاني من الحي السادس والثامن، قالوا حاجات في الحي التاني، وقالوا حاجات في الحي الرابع. مناطق برضو كلها كويسة. فده بالنسبة للقاهرة الجديدة. إن ما كانش هيجمعوا هيفتحوا تجمع جديد، هل هيفتحوها في التجمع السادس؟ لأن في منطقة تخص بيت الوطن التجمع السادس بالفعل، وبالتالي مطلوب قرار سريع في الأمر ده من المسؤولين. إما
تدوا وقت أو ميعاد محدد للطرح ونزول الأراضي في الفترة القادمة عشان الناس اللي حطت فلوسها دي كلها يكملوا ويفضلوا سايبين فلوسهم، وبالتالي يخشوا في الطرح الجديد، إما هيضطروا بعد 3 شهور يبدأوا يطلبوا إنهم يسحبوا الفلوس علشان خاطر عايزين يشتروا أرض، وبالتالي اللي اشترى أرض هيستثمر فيها وهيقدر يبيعها بالسعر اللي هو عايزه. فالموضوع دوت ينصب على المحاور اللي أنا قلت عليها ديت. المحور الأساسي اللي هو طرح الأراضي ده عشان خاطر تبقى الأمور واضحة في حتة أراضي المرحلة العاشرة ممكن تبقى رخيصة إزاي، ما تبقاش مغالى في أسعارها، وبالتالي كل اللي عارض أراضيه حاليا سواء بأوفرات عالية أو سواء بأرقام كبيرة يبدأ يتريث ويتوازن علشان خاطر يبقى فيه توازن طبيعي. يا جماعة ما هو خدوا بالكم، زيادة أسعار العقار مش بس تكلفة إنشاءات أو مباني، يعني زادت أسعار الشقق اللي زادت في الفترة اللي هي خاصة من نص 23 أو 24 تحديدا، مش بس علشان خاطر تكلفة المباني زادت أو فرق قيمة الدولار وبالتالي المنتجات زادت، لأ ده من العوامل الأساسية اللي زودت قيمة الشقق هي أسعار الأراضي زادت بشكل كبير، يكاد يكون ال3 أو ال4 أضعاف ما كانش أكتر عن سعرها اللي كان موجود في 21 و 22. باحب دايمًا أوضّح لكم المعلومات ديّة علشان خاطر تبقوا أنتم فاهمين معايا الصورة، وتبقوا كإنكم وأنتم بتسمعوا أو بتقرروا تاخدوا قرار في أي حاجة ماشيين فيها تبقوا فاهمينها، يعني تبقوا أنتم كمان بتفكّروا بالعقل وبالمنطق، ما فيش حد سايقكم، ما فيش حد بيقول لكم امشوا كده وتمشوا وخلاص، تبقوا عارفين أنتم الأمور ماشية إزاي وحواليكم دايرة إزاي. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. دايمًا باذكّركم في الدعاء لأخي عبد الله لا تنسوه من دعائكم. دمتم بخير. كان معاكم محمد المهدي، وزي ما باقول لكم دايمًا لو حد محتاج مني أوراق قانونية أو مراجعة عقود أو أي شيء يخص الأراضي أو الشقق في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس من ناحية الأوراق القانونية أو العقود أو مراجعتها أو السؤال عنها في الجهاز أو معرفة تفاصيل التوكيلات، يرجع لي. ممكن أكون موجود معاه بنفسي أو حتى أدّي له نصيحة من خلال الواتساب. دمتم بخير. كان معكم محمد المهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.